بقول لك هو رمضان هيبدأ امتى؟ كمان يومين بإذن الله. الواحد متحمس أول الشهر ده. طبعا كلنا متحمسين. خد عندك يا سيدي مسلسلات طرش وماتشات شامبيونز ليج وبريمير ليج اون فاير. أجواء رمضان بتبقى عظمة في الحاجات دي. ما سمعتكش يعني بتجيب سيرة أهم حاجة. ايه هي؟ نتفليكس منزله مسلسل جديد في رمضان ولا ايه؟ لا لا لا، انت فاهمني غلط. قصدي يعني انك نسيت تقول على العباده. هو ايه يعني؟ ما ده اساسي. هلتزم في الصلاه عادي وسط كل اللي بتابعه ده. انت ما سالتش نفسك في مره ليه بنصوم؟ عشان ربنا امرنا بكده. هايل. بس انا برضو قصدي ايه المغزى من الصيام؟ انا اقول لك. الهدف من الصيام هو التقوى. الصيام بيجبر الانسان على الابتعاد عن المعاصي، وده على مدار 30 يوم، فبالتالي بيبقى فرصة كبيرة جدا انك تبعد عن اي ذنب انت بتعمله طول السنة ومش عارف تبطله. انا هنا مش بكلمك على ماتش كورة او مسلسل او غيره، انا بكلمك في اي حاجة تلهيك عن عبادة ربنا. ما انا بعبد ربنا طول السنة، فيها ايه يعني؟ فيها انك لازم تستغل شهر رمضان احسن استغلال، تفرغ نفسك فيه للعبادة وبس، تختم القرآن، تصلي كل الفروض في وقتها بنوافلها، تحاول تصلي التراويح والتهجد في اخر 10 ايام، واساسي انك تدعي وتذكر ربنا كتير على مدار يومك. طب وليه اضغط نفسي جامد كده؟ ما انا واخدها واحده واحده على مدار السنه. هكلمك بلغتك ماشي. ايه رايك اقول لك على عرض كويس قوي؟ ايوه كده يا اخي، تعالى لي في العروض. تعبد ربنا حق العباده، تختم القران وتصلي الفروض بنوافلها، تدعي ربنا ساعه في وقت الفجر وساعه في وقت العصر لانهم سبب في استجابه الدعاء. كل ده يتعمل على مدار شهر كامل. طب العرض ايه بقى؟ العرض انه في شهر واحد بس، والشهر ده فيه ليلة واحدة بالذات، لو عملت فيهم كل ده هتاخد فيهم الأجر مضروب في 30,000. يعني أجر شهر ب30,000 شهر. قول لي بسرعة ايه هو الشهر اللي فيه ليلة تعادل 1000 شهر؟ هو مش بيعادل ويزود عدد حسناته بس، ده الأجر بيبقى أعظم كمان. شوقتني يا أخي، قول لي بقى ايه هو الشهر ده؟ شهر رمضان اللي هيبدأ كمان يومين. أيوه، اللي مليان مسلسلات وماتشات وحجوزات كورة وسهرات لغاية الفجر. بالظبط. يولع كل ده. انا خلاص حددت ازاي هقضي رمضان السنة دي والسنين الجاية بعون الله. طب مسلسلاتك المترشمة وماتشاتك الاون فاير ما يلزمنيش يابا. الحاجات دي للناس اللي عقولها تعبانة واللي لسه معرفوش قدر وعظمة الأجور في شهر رمضان. عايز بس اوضح لك نقطة، انك تدخل شهر رمضان نيتك التقرب الى الله، وانه يكون فرصة لاستدامة طريقك بعدين. يعني ما يبقاش مجرد ان عجبك اوفر حسنات فانت تشتريه شهر وتنسى باقي السنة. بجد، ده انا كنت هعمل كده فعلا. جملة انما الاعمال بالنيات دي ما عدتش عليك ابدا. انت لو داخل الشهر ونيتك لم شوية حسنات وتقعد تضيعها وتصرف منها باقي السنة، وتيجي رمضان الجاي تلم نفس شوية الحسنات وتصرفها باقي السنة برضه، فانت كده منافق ونيتك مش سليمة وصحة اعمالك الصالحة مشكوك فيها والعلم لله طبعا. طيب، اعمل ايه بقى؟ ادخل رمضان بنية سليمة وعقل واعي، وان طريق الهداية والتقوى هو الطريق الصح. بنيتك السليمة دي بقى انوي انك تعبد ربنا حق العبادة، عشان تبقى من الصالحين المتقين، مش من اللي داخلين يلموا شوية حسنات. وبإذن ربك هتخرج من شهر رمضان واحد تاني على اللي كنت عليه قبل رمضان، شخص سوي محافظ على صلواته، عقله نضيف ما فيهوش اي حاجة تلهيه عن العبادة. على كده بقى ده تحدي فعلا، تحدي شهر رمضان. اتمنى كل واحد يتفرج عليا يشير الفيديو للناس اللي بيحبوهم ويخليهم يدخلوا تحدي شهر رمضان ويكسبوه. لو وصلت لحد هنا يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو انت على اليوتيوب يا ريت سبسكرايب وفعل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه. هشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.